في شوارع الدار البيضاء القديمة وبين أزقة الرباط وطنجة وفاس ولد عشق سيصبح جزءا من هوية المغاربة. كرة القدم في المغرب ليست مجرد رياضة، بل تاريخا يمتد لأكثر من 100 عام. كيف دخلت هذه اللعبة إلى المغرب؟ وكيف تحولت من هواية يمارسها المستعمرون إلى شغف يجمع الملايين؟ وكيف استطاع المنتخب المغربي أن يكتب اسمه بأحرف من ذهب في سجل كرة القدم العالمية؟ هذه هي قصة كرة القدم في المغرب. مع بداية القرن العشرين بدأت كرة القدم تظهر في المغرب مع وصول الفرنسيين والإسبان. في البداية كانت اللعبة حكرا على الجنود والموظفين الأوروبيين الذين أسسوا أندية خاصة بهم داخل المدن الكبرى، لكن المغاربة لم يكتفوا بالمشاهدة. سرعان ما انتقلت الكرة إلى الأحياء الشعبية، حيث صنع الشباب ملاعبهم من التراب وحولوا الأزقة إلى ساحات للمنافسة. وفي ثلاثينات القرن الماضي بدأت تظهر أندية مغربية حملت طابعا وطنيا واضحا، وأبرزها نادي الوداد الرياضي الذي تأسس سنة 1937. لم يكن تأسيس هذه الأندية حدثاً رياضياً فقط، بل كان تعبيراً عن رغبة المغاربة في إثبات وجودهم داخل مجتمع يهيمن عليه الاستعمار. وهكذا أصبحت كرة القدم جزءاً من الحركة الوطنية التي كانت تناضل من أجل الاستقلال. عندما حصل المغرب على استقلاله سنة 1956 بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الرياضة الوطنية. تم تأسيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وانطلقت المنافسات المحلية بشكل أكثر تنظيماً. وخلال سنوات قليلة أصبح المنتخب المغربي أحد أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية. وفي سنة 1970 صنع المغرب التاريخ عندما أصبح أول بها. تمكن المنتخب المغربي من التتويج بكأس الأمم الإفريقية بعد مشوار رائع أكد أن المغرب أصبح قوة كروية حقيقية في القارة السمراء. وحتى اليوم الغربية بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، فإن المغرب كان قد فتح بابا جديدا لكرة القدم الإفريقية والعربية. مع بداية الألفية الجديدة دخلت كرة القدم المغربية مرحلة الاحتراف والتحديث. تم تطوير البنية التحتية الرياضية وبناء ملاعب حديثة وإنشاء أكاديميات لتكوين اللاعبين. وفي الوقت نفسه بدأ اللاعب المغربي يفرض نفسه في أكبر البطولات الأوروبية. أصبح نجوم المغرب يتألقون في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا، حاملين معهم أحلام الملايين من الجماهير. كما وصلت الأندية المغربية تحقيق النجاحات قاريا لتؤكد مكانة المغرب كأحد أهم مراكز كرة القدم في إفريقيا. ثم جاء الحدث الذي غير كل شيء، كأس العالم 2022 في قطر. منتخب مغربي منظم مقاتل مؤمن بقدراته بدأ المشوار بتصدر مجموعة ضمت كرواتيا وبلجيكا، ثم أقصى إسبانيا بركلات الترجيح، وبعدها هزم البرتغال ليصنع التاريخ. للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم يصل منتخب عربي وإفريقي إلى النصف النهائي. كان إنجازاً تجاوز حدود الرياضة، وأصبح لحظة فخر لكل المغاربة والعرب والأفارقة. من ملاعب ترابية بسيطة إلى منصات المجد العالمية، من حلم الاستقلال إلى نصف
نهائي كأس العالم. تستمر رحلة كرة القدم المغربية في كتابة فصول جديدة من التاريخ، وربما يكون أعظم إنجاز في المستقبل لم يكتب